محمديه في وضعيه صعبه غير امنه، رتبه 13 23 نقطه، سيبحث على اكبر عدد من النقاط للرفع من حظوظه في البقاء حتى يحافظ على الامال ديالو من اجل المنافسه على اللقب. سيدرب الذي يحقق نتائج قويه ونتائج تكتيكيه بين نور الدين الزياتي وجوزيف زيمباور تعطى انطلاقه ديال هذه المواجهه، وان كان مباريات الكاس كتختلف. لعبت كره داخل منطقه الجزاء الراسيه والكره في يد الحارس الجيش الملكي تمكن من الفوز باللقب. لعبت كره طويله، هذه فرصه في فريق الرجاء، تدخل الدفاع تعود لصابر بوغرين كيلعب الكره في الجهه اليسرى، بوزوق يسري بوزوق دخل داخل منطقه الجزاء، فرصه موهوب دائما، فرصه محاوله امكانيه تسديد والهدف. هدف اولي في هدف فريق الرجاء بواسطه مهدي موهوب، الهدف المبكر للرجاء الرياضي البيضاوي في حدود الدقيقه الثالثه. يتمكن فريق الرجاء من وصول لمرمى الرجاء. نتابع من جديد هذه المحاوله، لعبت الكره من صابر بوغرين، يسري بوزوق انطلاقه من الجهه اليسرى، يسري رفع الكره، البحث على مهدي موهوب، ما وصلش الكره في البدايه، ثم تسديده بولكسوت مهدي موهوب في المكان المناسب. هذا هو القناص وهذا هو الهداف، لانه كيكون في المكان المناسب من اجل رفع الخطوره وحمل الخطوره على المرمى، وهنا هدف لفائده فريق الرجاء. اذا 1-0 هدف مهدي موهوب اللي كيجي في حدود الدقيقه الثالثه، كما قلت هدف مبكر واللي غيعطينا صوره اخرى. بالعمري تدخل وابعاد الكره، عزيز النخلي اللي دخل منذ قليل الى جانب يوسف داروزي على مستوى الهجوم ديال فريق شباب محمديه. تمريره طويله عند ادم النفاتي، انطلاقه السرعه ديال ادم النفاتي، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه والهدف. الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب يسري بوزوق، يتمكن من وضع الكره في الشباك، تمريره من الجهه اليمنى داخل منطقه الجزاء، ويسري بوزوق في المكان المناسب يتمكن من التقديم لفريق الرجاء. يسري بوزوق اذا ينجح هذه الحرار. نتابع مرة أخرى هذا الفرصة وهذه المحاولة، آدم النفاتي انطلاقة وسرعة آدم النفاتي، تمريرة كان تدخل ديال مهدي الحرارة اللي لمس الكرة، ولكن فالكرة مشات لاحظوا مباشرة أمام يسري بوزوق الذي يودعها في الشباك ويودعها في مرمى فريق شباب المحمدية، معلنا عن هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. نتابع الهدف من زاوية أخرى بواسطة اللاعب يسري بوزوق اللي رفع الرصيد ديالو الآن 9 ديال الأهداف كهداف.